طبعا انا بقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيبه، وحضرتك تعلمي ان المجموعه بتاعتنا بتحبك قد ايه وبتديلك كل احترام قد ايه. انا شخصيا انا امين العسال، مدام اسعاد بالنسبه لي قيمه وحاله وصاحبه ايدي بيضاء عليا وعلى اخرين. افتكر المقاله كانت كتبتها مدام اسعاد في الشباب، عمري ما نسيتها من ساعه ما كتبت، ومن حين لاخر بجيبها اقراها. اسمها تمشي كان جميله، كانت كاتباها على والدتها الله يرحمها. المقاله دي عامله زي ما تكون معزوفه تجاه والدتها. المقاله دي اثرت فيا كتير، لان انا حتى وقت ما قريت المقاله دي كنت لسه فاقد والدتي، فلكم ان تتخيلوا كانت عامله فيا ايه. انا بحبك جدا وكل سنه وانت طيبه وربنا يحفظك. مدام اسعاد غنية عن التعريف بالنسبه لنا، بس بالنسبه لي انا متخصصه جدا. حسيت في لحظه معينه ان هي ارجل راجل في مصر. لا، ارجل راجل في مصر. يوم احداث اللي حصلت ما بيننا وبين الجزائر، الوحيده اللي كانت الساعه 8 الصبح بتاخد قرار بعيدا عن الدوله وبعيدا عن ان تاثر ماديا او الشركه بتاعتها او بمقاطعه مهرجانات الجزائر. ما استنتش حد يقول لها حاجه، وما استنتش ان هي تاخد استفتاء ولا الساعه 8 الصبح كانت بتاخد قرار وبتعليم، ومش عايزه حاجه غير ان هي بترد كواحده بنت بلد وبترد كراجل من مصر وكده. انا ما حسيتش ان حد عمل القرار ده غيرها، حتى لوقتنا هذا ما اعتقدش ان في حد اخذ اكشن، بدليل ان ما جالناش ولا اعتذار رسمي لوقتنا هذا عن الحادث. دي نمره واحد. نمره اثنين، انا ليا احساس بمدام اسعاد من زمان قوي، من اول ما هي ابتدت شغلها وانا ابتديت احبها من اول ما انا فهمت فن وهي ابتدت تقدم شغل من غير ما نعرف بعض نهائيا. ما عرفتهاش خالص مني فيها او فيس فيس يعني، غير لما عملت الموقف ده. انا حسيت ان قد كده الست دي محترمه قوي، وقد كده عندها الحب فعلا مش كلام. عملت موقف حب حقيقي طلعت اللي جوانا كلنا كان عندنا حاله غضب تجاه اللي حصل في احداث الجزائر وما كناش عارفين نعمل ايه. فهي عملت الموقف ده، فانا رحت ابسط حاجه عملتها بيني وبين نفسي، ما عنديش اي علاقه بالمره بيها وما شرفتش قبل كده ان انا اقابلها في اي مره في حياتي. عملت جروب الفنانه اسعاد يونس. لما ابتديت احط المعلومات بتاعتها اكتشفت ان هي مؤسسه فنيه كامله، في فرد واحد او فنانه بمعنى ادق، يعني كمان مش مجرد فرد عادي. في فنانه بتمثل وبتغني وبتكتب في السياسه بشكل ساخر عميق جدا، ما بتكتبش بشكل سطحي ابدا. ليها كمان في تقديم برامج في التلفزيون، ليها في الانتاج، ليها في التوزيع، يعني في مؤسسه فنيه حقيقيه متكامله بفرد واحد. نجوم هوليوود، انا بسرعه كانت في مقارنه تمت في تفكيري كده بشكل سريع جدا. نجوم هوليوود لو واحد فيهم بيغني وبيعرف يتكلم يعني في تم في الانبوكس رساله بيني وبينها، كان الفضل لامين العسال ان هو اشار لها ان في جروب بيتكلم عنها. انا ما جربتش ان انا حتى افكر ان ممكن تنضم اصلا للجروب، هو بس علمتها بشكل بسيط ان في ناس بيحبوكي، ان المكان ده فيه ناس متجمعين بيحبوكي. ففوجئت ان هي بمنتهى البساطه ومن غير اي تكليف ومن غير اي تكلف بتتكلم زي ما كل واحده تعرفها مش تعرفها، هي اللي مربياك وانت اللي مربيها، ما تعرفش تركيب في بعض دول مش معقول. مش معايا انا بس، يعني مش بتكلم على شخص مني ليها، يعني ده عظيم الشرف ليا يعني. بس انا اكتشفت ان هي في طريقه ردها بالجروب على كل اللي موجودين. يمكن معانا الاستاذ من افضل الناس برضه الموجودين، الاستاذ محمد علم الهدى. هم كمان اكيد اتفاجئوا زي ان هم ردودها ما فيهوش اي مبالغات ولا تكلف ولا اي حاجه، وبترد مش ما بتردش، مش زي معجبين كتير بيحاولوا يكلموا اللي بتاعهم ما بيردوش. المهم ان هي تاثيرها معانا بناء جدا، فاصبحت ادمن في كذا جروب، منهم طبعا جروب القرصنه ده اداء عملي جدا، ووصلنا لامن الدوله او هم وصلوا مع ادق الامن الدوله، واصبح في تفعيل. كلمه القرصنه اصبحت حاليا لا تسكت الا صاحبها مجهود مدام اسعاد وجهود القرصنه واللي عمله. وقفلوا هم يمكن يتكلموا اكتر مني حاجه زي كده، قفلوا مواقع وقفلوا حاجات كتير. في الجروب الخاص بمدام اسعاد يونس، فنانه استاذه فنانه انسانه،
متابعه وشايفه وحاسه بالناس وبتتكلم معاهم، وبقيت صفحاتنا كلنا ما بتقولش لحد لا انا ممنوعه الحاجه، في انسانه قريبه منك تحس انها بنت بلد زي ما بقول ارستقراطيه، بس بنت بلد قوي. انا مش عارفه التركيبه دي بصراحه، هي ما صادفتنيش وما اعتقدش ان هي صادفت ناس كتير. ازاي الشياكه وازاي العقليه الجباره دي وبنت بلد تحس ان هي في لحظه بتقلب مصريه صميمه صميمه. هو انا بس اهمت يعني اولا بشكرك على انك كان ليكي دور كبير كمان في ان احنا ننظم اللقاء الجميل اللي احنا عاملينه النهارده ده هنا في المشبيشي. وتاني حاجه بس عايز اتكلم معاكي انه انت قلتي في كلامك انه اكتشفتي ان مفيش حد يقدر قيمه مدام اسعاد، وده مش سهل. ممكن بس عشان انت ما تعرفيهاش من زمان، انما لا لها كل التقدير ولها كل الاحترام ولها كل الحب، وده موجود واعتقد انها بتحس مع الناس يعني. على كل حال انا بشكرك مدام اسعاد. عندك تعليق على كلام منى؟ مش عارفه اصلي ابتديت اتعب نفسيا دوز كتير ما اعرفهاش خالص والله العظيم عمري ما شفتها ما اعرفها ولا حتى واحنا هي بتشتغل في المجال، بس عمرنا ما اتقابلنا. فوجئت بمساله اسعاد يونس، وبعدين مؤسسه فنيه في تو ماتش يعني حاجه كبيره قوي. بعدين لقيتها هي انت عارف اما يبقى في ماده معينه لما تحطها في اناء كده هي عماله تدلدق لوحدها سيلف يعني مع نفسها كده. الست دي برضه بتبظ حب كده وعماله شغاله بتبني مع نفسها. وبعدين قابلتها في حفله الايمان، حضرنا بعض. ده ايه الغرام والانتقام ده؟ حاجه بقى لها 70 ساعه عمري ما شفتها في حياتي، لكن بنتكلم في كانها اله. اصلك انت بتتكلف على ايه؟ بتتعالى على مين؟ يعني ده الموقف اللي انا بتعالى على مين؟ ما انا زيك وزيك، كلنا زي بعض وكلنا بنعيا وبنتعب وبنخاف وبنقلق وبنبتدي وبنفتقر وبنجوع وبنسيع وبنتصعلق وبنعمل كل حاجه. ايه بيميز واحد عن الثاني غير الحب الحلاوه دي؟ فيعني مش عارفه اقول لك ايه والله، ولا عارفه اقول ايه للناس دي كلها الحقيقه. لما بلاقي كتير اقعد اقول لها لو سمحتي شويه مش عارفه اعمل ايه، ارد على الناس اعمل ايه. بس انا عايزه اقول لها انه لا، هو مجهود ضخم جدا ان انا برد على كل بني ادم بيبعت لي على الانبوكس. انا في البروفايل بتاعي انا عندي تقريبا دلوقتي 1400 كلمه. كل بني ادم برد عليه، واللي اتاخر عايش يقول لي يعني ما ردتيش، معلش انا اسفه. عارف ايه؟ دي متعه، هم دول الرصيد اللي في الدنيا. ما عنديش تعقيبا على كلام استاذ محمد، احنا كلنا التقدير من كل جماهيرك ده واضح. انا بتكلم على تقدير بشكل رسمي لان مدام اسعاد تم تكريمها في باريس، ما تمش تكريمها في مصر، ودي كانت حاجه على قد ما اسعدتنا على قد ما جرحتنا. فده بقى اللي حضرتك يعني احب اسمع تعليقك انت منه. والله حضرتك تعليق هيعجبك جدا دلوقتي حالا، بس بعد ما اقول انه المايك عدى كده من عند العسال عليكي على حد في النص مش عارف ايه يعني. لسه بتحاول. ينفع كده؟ استاذ خالد منيب على فكره. يعني اكيد كلكم عارفين الفنان الكبير الجميل الاستاذ احمد منيب ابنه قاعد معانا ومش عايز يتكلم. لا ازاي؟ انا بيجمعني حب كبير جدا بمدام اسعاد بصرف النظر عن اي تعامل ما بيننا، انا مفيش تعامل ما بيننا، انا بيجمعني بيها معجب بفنها بمصريتها، وتملي انا بكتب عليها المصريه الاصيله بنت البلد زي ما بتقول كده. انا ما بشوفش فيها الاستقراطيه، انا بشوف فيها بنت الجيران اللي كنت بشوفها وانا صغير، بس يعني هي مقام كبير قوي قوي عندنا. أتمنى يعني أي ملتقى ليها أو أي حاجة أنا بحب أكون موجود، وده بيشرفني جدا جدا وجودي جنب عائلة آل يونس كلها.